السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الحلوى ديال الهلال بالكوك اللي كتجي بنينه ولذيذه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ننتقلوا للطريقه ديال التحضير. عندي هنا 125 غرام من الزبده. من الافضل تكون الزبده بحراره المطبخ وتكون النوعيه ديالها نوعيه جيده. غنحاول نقسمها الى قطع صغيره على هذا الشكل، وغنضيف عليها بيضتين، وغنضيف هنا كيس من السكر فانيلا من فئه 7.5 غرام، وغنضيف كيس من خميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام، وغنضيف كذلك واحد القبصه من الملح او رشه من الملح، وملعقتين كبيرتين من الكوك، وغنضيف كأس مع مرش من الزيت النباتية أو كأس إلا أصبع على هذا الشكل هذا، وغنضيف كذلك كأس مع مرش من السكر الخشن أو سكر حبيبات. صافي هنا غادي نبدا نخلط كل شيء على هذا الشكل هذا حتى يندمجوا لي العناصر، ونتحصل على واحد الخليط اللي كيكون رطب ومتجانس اللي كتلاحظوا في الفيديو. بغيتو تعملوا هذه الطريقه، بغيتو تخدموا السكر مع الزبده هما الولا حتى يتجانسوا مزيان، عاد ضيفوا باقي المكونات، كيبقى لكم الاختيار. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه. ودابا غنبدا نضيف الدقيق شيئا فشيئا. بالنسبه للدقيق عندي هنا دقيق ديال الحلويات، كنبقاو نضيفو بشويه بشويه حتى نتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه ورطبه في نفس الوقت على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل ديال العجين اللي تحصلنا عليه، كيكون متماسك ورطب. صافي هنا غادي نطلقوا العجين ديالنا فوق سطح العمل عبر المطلق. كنقسموا العجين الى قطع، ومن بعد كنبقاو نطلقوه بشويه بشويه حتى كنساليو جميع العجين اللي عندنا. خديت هنا هذا الاطار على شكل دائري، غنبدا نقطع على هذه الطريقه هذه الشكل ديال الهلال. تقدروا تستعملوا علكاز الا ما توفرتوش على هذه القطاعه هذه. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه هذه. هذا هو الشكل ديال الهلال اللي عطاني. غنستمر على هذه الطريقه حتى نسالي جميع القطع اللي عندي، وغنوضعهم في الصينيه ديال الفرن على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي ندخلهم يطيبوا على درجه حراره 180 درجه. غنشعلوا لهم فقط من تحت حتى كيتحمروا ويولي اللون ديالهم ذهبي. عاد كنطلعوها من فوق عاوتاني باش يتحمروا على درجه حراره 180 درجه حتى 200. ما نعلولهمش الحراره باش ما يتحرقوش. وصافي هنا من بعد ما طابوا كندهنهم هنايا بالكوفيتير، وكان نوضعهم في الكوك على هذا الشكل هذا حتى نسالي جميع القطع. صافي هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديال الهلال بالكوك اللي وجدت معكم. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. هي وصفه سهله واقتصاديه وبسيطه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. واذا عجبتكم ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.